كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، المهر والفرح من قيمة العروسة، ده اعتقاد خاطئ كتير جدا من الناس بيعتقده، وللأسف الشديد، لأن كتير من الناس فاكر إن قيمة الشبكة أو المهر وفخامة المسكن وفخامة مكان حفل الزفاف، كتير من الناس فاهم إن دول أهم شيء في الزواج. والشيء المحزن في الأمر إن في كتير من أولياء الأمور فاهم إن قيمة هذه الأشياء من قيمة بنته، أو غلاوة هذه الأشياء من غلاوة البنت اللي هي العروسة في قلب الإيه؟ في قلب العريس. بمعنى إن كل ما كانت الشقة اللي هتسكن فيها العروسة بعد الزواج عالية وفي مكان فخم، وكل ما كانت أوضة النوم عالية في سعرها، وكل ما كانت الشبكة أو المهر عالي، وكل ما كان حتى المكان اللي هيتعمل فيه الفرح في فرح بقى فرح في مكان فندق 5 نجوم وهكذا، كل ما كانت الحاجة دي غالية في ثمنها، قال ده بيثبت إن البنت غالية عند العريس بتاعها. لدرجة إن بعض أولياء الأمور أصبحوا بيبالغوا مبالغة واضحة جدا في الأمور ديت. ولما تسأل ولي الأمر إنت إيه يعني بتصعب الأمر ليه كده وبتبالغ في الموضوع ده ليه؟ يقول لك ده أبدا عشان أتأكد إذا كان الولد شاري البنت ورايدها وبيحبها والبنت غالية عنده ولا لأ. والحقيقة يا جماعة إن الإسلام أكد على خلاف ذلك تماما. الإسلام أكد إن الدين والخلق دول أهم حاجة لازم الأب يدور عليها في الإنسان اللي جاي يتقدم لبنته، وإن دول برضو هم اللي لازم يدور عليهم العريس في البنت اللي راح يتقدم لها، اللي هي هتبقى شريكة حياته. الدين والإيه؟ والخلق. صحيح إن الإسلام اتكلم في مسألة المهر، وإن البنت ليها إن هي تطلب مهر المثل، يعني مثيلتها في نفس عمرها أو في نفس ثقافتها أو في نفس المستوى الاجتماعي اللي هي عايشاه أو في نفس مستوى النسب، ليها إن هي تطلب مهر المثل، مثيلتها زيها زي اللي ليها نفس المميزات بتاعتها. تمام؟ الإسلام أكد على الجزئية دي، أكد إن هي حقها الشرعي إن هي تطلب مهر المثل، مثيلتها اللي هي في نفس المستوى بإيه؟ بتاعها. تمام؟ لكن زي ما الدين اداها الحق إن هي تطلب مهر المثيلة أو مثيلتها، برضو الدين وصانا بالتيسير في المهور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الزواج بركة أيسره مؤونة. أنت واخد بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر الزواج بركة أيسره إيه؟ مؤونة. يعني عشان تحصل من البركة الزواج، وعشان يدوم هذا الزواج في مودة ومحبة ووفاق، يسر في مؤونة وكلفة هذا الإيه؟ الزواج. دي وصية مين؟ وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لينا إحنا كأولياء أمور. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا إن عايز بنتك تعمر في الزواج، وعايز حياتها يبقى كلها سعادة، وعايز يبقى في بركة في الزيجة ديت. مش انت بتدعي وتقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، عايز تحصل البركة دي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرك بيقول لك عايز تحصل البركة دي، يسر في المهر، يسر في تكلفة الزواج. في حاجات كتير بنطلبها يا جماعة ملهاش لازمة. يعني مثلا يعني النيش لازمته ايه؟ النيش كخشب ايه لازمته؟ وكصين بنحط فيه طول العمر ايه لازمته؟ يبقى ايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اكثر الزواج بركه، استمراريه وسعاده وربنا يبارك فيه، ايسره ايه؟ مؤون. هات اللازم في الزواج. في حاجات كتير بنجيبها ملهاش اي 30 لازمه، وبنصعب على نفسنا، والبنات سنها كبر مش لاقيه اللي تقدم لها، وفي رجاله وصلت لل50 سنه مش قادر يتجوز. ليه؟ احنا بنصعب. الدين يسر وليس عسر، احنا اللي بنصعب.
وبنشدد على نفسنا بالطلبات والحاجات اللي احنا بنطلبها. طب انا عايز افهم ايه الارتباط بين تحصيل البركة في الزواج وبين المغالاة في المهور، او ارتفاع سعر مثلا المهر، وارتفاع سعر الشقة اللي هتسكنها، وارتفاع سعر اوضه النوم، وارتفاع سعر العفش والاثاث اللي هيجي. ايه وجه الارتباط بينهم؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، او تخيل انت اللي انا هقول لك عليه، ان الولد ده عشان يجيب لك الطلبات انت كأب اللي انت طلبتها منه، شقة بمواصفات كذا، اوضه نوم بمواصفات كذا، انتريه او صالون بمواصفات كذا، عشان يجيب كل ده اضطر ان هو يستدين ويستلف او يقترض من بنك. بعد ما اتجوز بقى وتم الزواج، الولد هيستشعر بضيق العيش. ليه؟ لان بقى اصبح مرتبه رايح لسداد الكمبيالات بتاعت الحاجه اللي هو ايه، اللي هو جابها. فبالتالي لما يقعد مع نفسه يفكر، هيحس ان انتوا اللي الجأتوه انه يستدين عشان يحقق ليكم الطلبات المبالغ فيها اللي انتوا طلبتوها منه لما اتجوزتوه. فبالتالي بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان هو بيبدأ يتغير نفسيا من ناحية بنتك، وحبها ومعزتها في قلبه بتقل، وممكن بعد فترة مع كثرة الديون ممكن يلجأ للطلاق. يبقى أصبح مفيش بركة بالإيه؟ بالزيجة دي. تمام؟ أو على الأقل لو ما حصلش طلاق، هو لما يقعد مع نفسه ويفكر ده حماية كان مصمم ان انا اجيب له كذا، وحماتي صممت ان انا اجيب لها كذا، وعشان اجيب لها كذا رحت استلفت من فلان او استلفت من علان او اقترضت من المكان الفلاني. بيحصل عنده ضيق في النفس. الضيق ده اكيد ولابد ان هو هينعكس على العلاقة اللي بين زوج بنتك وبين بنتك، وهيبقى ليه تأثير سلبي ولابد. وده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ما سمعناش وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اكثر الزواج بركة ايسره مؤونة. اكثر الزواج بركة ايسره مؤونة. والاسلام يا جماعة، والله الكلام ده انا بقوله لكل اب جاي لبنته ولد كويس مؤدب خلوق صاحب دين وصاحب خلق، حافظ عليه وخليك معاه لين. الدين وصانا باللين، الدين وصانا باللين. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما عزل أو عزل اللين عن شيء إلا شانه. خليك لين، خليك لين، اطلب الضروري اللازم، وساعد، ساعد، لم عشان تعف الولد وتعف بنتك في الحلال الطيب. فلما يجي ولد لبنتك ولد كويس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الولد كويس، ظروفه مش مسامحة، ساعد. في حاجات مش ضرورية نأجلها، مش يفضل الولد قاعد قدامك وانت بقى هات وهات وهات. لما هتربي له الهتات هات وهات، وكمان تجيب أوضة نوم. طب لازمتها ايه دلوقتي أوضة النوم؟ هو لسه في أولاد؟ ما يدخل يا سيدي وبعد كده واحدة واحدة يبقى يجيب أوضة النوم. ولازم تجيب ايه يا عم؟ اهدى اهدى اهدى. الحياة صعبة، الحياة مش سهلة. شاب لسه صغير لسه بيبدأ حياته، الدنيا معاه في ايه؟ ده احنا نفسنا كناس كبيرة مثلا، واذا كن الحياة استقرت معاك شوية ما انتش عارف تعيش. فانت ترفق، ترفق. ما كان اللين في شيء الا ايه؟ الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. وخدوا بالكم احنا مش واخدين بالنا من حاجة تانية متعلقة بسبب موضوع ارتفاع المهور، المغالاة في الأثاث والحاجات اللي احنا بنجيبها، ان ده بيأخر سن زواج البنات وبيأخر سن زواج الرجال. في بنات دلوقتي ما تبصش لنفسك اذا كنت عايش في ريف، لا تعال بص في المدينة، في اللي بلغت ال40 وال45 سنة، والواحد ساعات بيتصفح النت بيلاقي اعلانات. لما تلاقي دكتورة او مهندسة او كاتبه اعلانات عن نفسها: عندي 38 سنة، عندي 40 سنة، ومؤهل كذا وكذا وكذا، وابحث عن زوج. بتصرخ. النساء صرخن نفسها تعف نفسها في الحلال. ما تكونش انت بسبب العقلية بتاعتك وبسبب التشديد والمغالاة ومخالفتك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون سبب في ان البنت والعياذ بالله او الولد دوت يقع في الحرام والعياذ بالله. يا جماعة الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل. واللي فهمك ان ارتفاع قيمة المهر او الشبكة او الشقة او الاثاث او مكان الزواج، سواء في فندق 5 نجوم او 4 نجوم، ان ده من قيمة العروسة، ده فهم خاطئ.
ده فهم خاطئ، عمره ما يكون ده من قيمة العروسة أبدا. قيمة العروسة إن أنت تحسن اختيار الزوج ليها. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أنت مش هتعيش لها طول العمر، اختار لها الدين، اختار لها الدين. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ونسبها ولدينها. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لك الدين، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي اختيار الولد قال لك إيه؟ إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه. دينه هو ايه؟ وخلقه، مش شقته وماله ووظيفته والى اخره. ماشي؟ فيا جماعه التيسير، التيسير عايزين نيسر على بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى ييسرها علينا في زيجة ابنائنا ويملى عيشتهم بركه. مش كده ولا ايه؟ لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.